ويمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار. الماضي يهدينا خير دروس للعمر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أرحب بكم مع حصاد الفكر وحديثي عن سيد الطغاة. من هو سيد الطغاة؟ طبعا سيد الطغاة وقدوة الطغاة هو فرعون. ولولا الوقت لفصلت لكم أشكال وألوان من طغيان فرعون وتفننه في استعمال أدوات الطغيان. دعوني آخذ مثال واحد فقط، وهو الآية الكريمة التي يقول فيها الله سبحانه وتعالى: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. عجيب، فرعون الطاغية الجبار الذي يقول أنا ربكم الأعلى، الذي يقول ما أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد. هذا فرعون يحتاج إذن يقول ذروني أقتل موسى؟ هو يحتاج إذن من اللي حواليه؟ طبعا هو لا يحتاج إذن طبعا، لكن لماذا إذن يقول ذروني أقتل موسى؟ هو يفعل أمرين في نفس الوقت. هو متردد لأنه يعرف أنه إذا تجاوز الحدود في الضغط على الشعب وبالذات على رموز الشعب قد يؤدي هذا إلى ثورة فيسألهم ما رأيكم. لكن أيضا سبب آخر حتى يظهر نفسه كشخص ديمقراطي، أن أنا صحيح أهديكم سبيل الرشاد لكن مع ذلك أنا أخذ رأيكم. وهذا الذي يفعل الطغاة في النهاية، هو يفعل ما يريد، يعمل له مجلس، يعمل له برلمان، يعمل له ديمقراطية زائفة ويشكلها كما يشاء، وفي النهاية ما أريكم إلا ما أرى. سيد الطغاة قدوتهم. ماذا يقول فرعون عندما يقول ذروني؟ هو يقول دعوني. لماذا؟ يعني أنا أحتاج مساعدتكم، ساعدوني في هذا الموقف، ساعدوني، لأن أحتاج على الأقل أحتاج أنكم سمعتوا أني سأفعل هذا فتسكتوا وتصمتوا. أي تعديل أريد هذا يمشي. سيد الطغاة قدوتهم. دعوني أقتل موسى. موسى يمثل الفكر الجديد، الفكر النهضوي، الفكر التغييري. فهو يقول دعوني أقضي على تغيير الناس، رغبات الناس، حرص الناس على النهضة والعزة من خلال التخلص من مصدر هذا التغيير، وهو الفكر الذي في هذه الحالة يشكله موسى عليه السلام، وفي زمننا يشكله العلماء الأحرار. يقول دعوني أسيطر على الإعلام، على التربية، على التعليم، حتى أشكل فكر يتبعني. ثم يقول وليدعو ربه. ويستهزئ بالعزيز الجبار سبحانه، والله سبحانه وتعالى يمهل ولا يمهل. الله سبحانه وتعالى قادر أن يخسف به وبقومه الأرض، لكنه حليم سبحانه، وهو يعني يمد لهم ليزدادوا إثما ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. تذكروا هذا وإياكم أن تنسوا. ثم يبرر فرعون فيقول إني أخاف أن يبدل دينكم. كان حريص جدا على الدين، فرعون حريص جدا على الدين، ولذلك هو يستعين بهؤلاء الكهنة في ذاك الوقت، كهنة في هذا اليوم، كهنة إسلام، شيوخ سلاطين، هؤلاء الذين يقول عنهم المفكرون يقولون لو كان إبليس حاكما لاحتاج إلى مفتي يساعده، مفتي يجعل الناس يتخدرون. طبعا التبديل سيؤدي إلى التغيير، سيؤدي إلى زوال سلطته، فهو لا يريد هذا، يخاف من هذا التبديل.
أو أن يظهر في الأرض الفساد. موسى يظهر الفساد؟ مو أنت أصل الفساد كله. أول فساد هو فساد الطاغية، فساد أخلاقي واقتصادي وسياسي وأمني، وفساد في منع التطور. ولذلك هو يريد أن يتخلص من كل معارضة حتى تستقر له الأمور. والمعارضة مفيدة لأي أمة، لأن بالمعارضة هذا التلاقح، هذا التدافع هو الذي ينهض بالفكر، هو الذي ينهض بالثقافة، هو الذي يصنع حضارة، وليس الاستبداد والرأي الواحد. سيد الطغاة يعلم الطغاة اليوم، فانتبهوا. ويمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار. الماضي يهدينا خير دروس للعمر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر، والحاضر بيدينا